اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى افطار جديد. جوزي النهارده قال لي يلا نفطر، يلا نفطر بره. قلت له يلا تعالى نروح عند ماما. رحنا بقى، بس يعني احنا فطرنا على كان شوربه وحاجات بسيطه كده. انا اصور لكم دلوقتي بعد الفطار. تمام، يعني مشوها سحور. هو سحور تقيل شويه لان احنا على الفطار ما يعني كلنا حاجات بسيطه. المهم يا بنات، ده مطبخ ماما. طبعا اول مره تاني مره اصور لكم منه، صح؟ انا صورت لكم قبل كده. المهم بقى الاكله دي بصراحه جوزي كان نفسه فيها، هو اللي طلبها مني. وانا عملتها يعني علشانه. انتوا عارفين بقى ان هو مسافر وكده، ودي اول حاجه طلبها ان انا اعملها له. طبعا الفيديو ده كان قبل العزومه، بس انا منتجته متاخر. تمام. نزلت بمعلقه زبده كبيره ومعلقه زيت. بقلبهم كده كويس لحد ما يسيحوا معايا. اللحمه بقى كنت غسلاها ومصفياها كالعاده، محضره كل حاجه قبل التصوير. هنزل بكميه اللحمه كده. طبعا انا النهارده معايا صنفين. اللحمه دي هعملها في الوصفه بتاعت النهارده. واللحمه التانية تعالوا شوفوا برضو بعد ما اخلص دي انا هعمل فيها ايه. نزلت بلومي وقرفه وحبهان وورق لورا ومستكه في الصين، وفص واحد بس قرنفل. تمام. وبخليهم يتشوحوا كده كأنهم متحمرين مع السمنة والزيت. طبعا انتوا عرفتوا طريقتي. ونقلب فيها كده كويس. وعايزة كل واحدة كلمتني وقالت لي انا عملت كام حاجة بطريقتك وعجبتك. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. شكرا. وان شاء الله ان شاء الله كل وصفة اعملها تعجبكم اكتر. ننزل بقى بالبصلة اشوحها مع اللحمة. اديها كده. دول يا بنات زي بصلتين صغيرين خالص، ولا حتى متوسطين، صغيرين. ان انا عامله الاكل يعني مظبوط، انتوا فاهميني. بعدين انا معايا حوالي هنا نص كيلو لحمه. انا قلت لكم انا معايا كميه لحمه تانية، بس ما حبيتش احطها كلها في الوصفه دي. حبيت بقى اغير شويه. هقلب بقى لحد ما البصله تدبل. هي اللحمه خلاص وصلت للون اللي انا عايزاه. تمام. اللحمه لازم تتاكدوا ان هي لونها بقت زي المحمره، مش تحطوها في الوصفه كانها مسلوقه لونها بني، لونها عادي لون اللحمه. لا، تبقى متحمره بتبقى اطعم يا بنات. ما تستعجلوش وتروحوا حاطين البصل. تمام. نقلب بقى. طبعا جوزي بيحب الليمون الاسود دوت. في الطريقه بتاعتنا دي النهارده. بس الليمون عندنا هنا في مصر صغير قوي. يعني مش عارفه، ممكن ابقى اجيبه بقى من مول ولا حاجه. ادور عليه. عايزه الليمون اللي هو الكبير شويه. المهم انا رحت فين؟ انا بجيب ايه. اكيد دلوقتي الثوم. ما هو اكيد يعني ما فيش حاجه تنزل دلوقتي الا الثوم. ايوه، ثوم اكيد. كنت دقه 3 فصوص ثوم. احطهم بقى على الوصفه كده. وطبعا انا قلت لكم عندي اساسي، مش بستغنى عن اي حاجه. الثوم عندي اساسي 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 اساسي. الفصين دولت ما بقدرش استغنى عنهم. زي ما قلت لكم انا واخديها، وزي ما قلت لكم كده انا واخده الطريقه دي عن طريق يعني شيف. انا اتكلمته كده وكنت في مطعم وحاجات، ومش التفاصيل قوي يعني. بس انا الطريقه دي بتاعت شيف والله. وعملتها واعتمدتها من ساعتها. البصل بقى ده جزرايه مبشوره. طبعا انا بعمل بقى الكبسه اللي انا يعني انا بطريقه عملتها مره معاكم لما اماني اختي كان طالباها، لان كل واحد هنا بعملها له بطريقه هو بيحبها جدا يعني. الجزر هنا لما ببشره وبديله تشويحه مع البصل واللحمه بيخلي الكبسه زي العسل. تبقى مسكره جدا جدا جدا. وانا ما بحبش بصراحه عامه ان انا استغنى عن الجزره المبشوره دي في الكبسه. بيبقى طعمها حلو جدا. وفي الاخر اصلا يعني مبتبقاش باينه خالص. انتوا فاهميني. المره دي بقى حبيت ان انا اعملها. طبعا انا متعوده انزل دلوقتي بكيس صلصه واشوحها معاه. بحط لها صلصه. قلت خليني النهارده ابشر لها واحده طماطم واحطها بقى تتكتك كده مع نفسها. بس اشوفوا ان انا برضو في التصوير ان انا مش مستعجله عليها. يعني انا مش بخليها اللي هي الحاجه تنزل واروح نازله عليها بالمكون اللي بعده. لا، طبعا اكيد يعني انا لازم اهتم. انا بعملها المره دي لجوزي.
بس كده اقلب بقى. بس خلاص كده كان كل حاجة، انا يعني البصل خلاص دبل والجزر تمام. بشرت الطماطم هنزل بيها اديها تقليبة. انا قلت المرة دي بقى اعملها كده برضو هتبقى مسكرة وحلوة بدل كيس الصلصة. بصراحة عملتها المرة دي كده، انا متعودة كتير يعني ان انا بعملها بكيس الصلصة، هو بيجي معلقتين بحطه خلاص. وساعات بقطع مكعبات طماطم برضو. عايزة اقول لكم ان انا عملت الكبسة دي لحد ما جوزي جه ممكن مرتين او 3 مرات. انتوا فاهميني؟ بيحبها جدا يعني، انا بعملها بطريقة حلوة الحمد لله. المهم انا بقلب بقى. هنزل بقى بمكعب مرقة خضار يا بنات، بيديها طعم حلو قوي وما بستغناش عنه برضو. لو انتي مش متعودة على المكعب المرقة ما براحتك ما تحطوش، بس انا بحبه جدا. وبحط كمان رشة سكر علشان الطماطم اللي انا حطيتها وعشان اللحمة ما تاخدش سوا. وفي الوقت ده كنت محضرة كاتل على النار بيغلي، هنزل بيه بقى واقلبها اديها تقليبة واسيب الكبسة اللحمة يعني تستوي. تمام. طبعا انا لسه في البهارات هحطها على البهارات اللي انا حطاها دي زي ما انتوا شايفينها صحيحة يعني. لسه البهارات بقى التانية. تمام. هقفل عليها. طبعا انا معايا هنا بقى كيلو ريش. انا جبت الريش دي بصراحة، بس ايه لما جبتها انا كنت حاطة يعني في دماغي ان انا هعمل بيها كبسة، بس لقيتها سمينة قوي فقلت لا، فبلاش ان انا احطها في الكبسة. انا احلى حاجة ان انا ابعتها تتشوي، يعني اعملها مشوية وكده واعمل جنبيها سلطة وطحينة وكده، يبقى انا عملت كام صنف. المهم معايا دي مية طماطم اهو. انا هقول لكم التتبيله بتاعه اللحمه المشويه الاصليه اللي هي من غير اي افتكاسات، من غير اي حوارات، من غير اي حاجه. اللي هي الطعم اللي احنا بناكله بره، من غير بقى صويا صوص والزبادي والحاجات اللي هي طالعه دي انا معرفهاش. اللحمه المشويه يا جماعه ميه بصل، ميه طماطم، ملح، فلفل اسود، معلقه ليمون، بهارات لحمه ورشه جوز الطيب. اكتر من كده يبقى حوارات بقى، يبقى حوارات. ومش انتوا ما بتاكلوش لحمه مشويه، انتوا ممكن دي بقى اللي بيحطوا زبادي وبيحطوا مش عارفه ايه ده، ممكن انتوا عايزين تاكلوا شيش طاووق. اما اللحمه المشويه هما في المحلات بيعملوها بزبادي، بيعملوها مش عارفه بصويا صوص. لا، ميه بصل، ميه طماطم، ملح، فلفل اسود، بهارات لحمه، رشه جوز الطيب، فقط لا غير وشكرا على كده. انا حتى مش عارفه مين اللي راح يشويها، فالراجل سأله بالتتبيله، قال له انتوا عاملينها بايه وهو بيشويها، فراح قال 1 2 3. فعايزه اقول لكم ان هي كانت ناجحه جدا جدا جدا. وتحطيها بقى، انا حطيتها على فكره يعني ممكن 4 ساعات في التلاجة. انتوا بقى تبقى احلى لو تعملوها من بالليل، طبعا قبلها بيومين 3. عادي على فكره لو قعدت يومين في التلاجة وهي بالتتبيله هتبقى جميله، مش هيبقى فيها حاجه. ومعلقه الخل بتطر اللحمه اصلا، الريش ما بتاخدش سوا، خلينا متفقين. افتح بقى على اللحمه، كنت بقى يعني بطمن عليها ان كان عدى وقت، بقلبها وكده. وبعد كده بقى حطيت اللحمه دي في التلاجة، والراجل قال قبل ما تشوها بنص ساعه بعتوها لي. قلت اعمل كبسه، وكبسه فيها لحمه. بص هقول لكم التوابل الاول. معايا توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، قرفه، كركم. تمام. احطهم بقى هنا. طبعا هحط بهارات لحمه وال7 بهارات. تمام، يعني بهارات لحمه 7 بهارات: توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، رشه قرفه اهي اللي انا بحطها قدامكم. وهجيب طبعا دلوقتي برضو مش هنسى اللي هي التوابل اللي هي من ماجي دي بتاعه الكبسه. انا قلت لكم باخد منها معلقه ومعلقتين، يعني بيفرقوا جدا في الطعم، تبقى حلوه يعني، بيبقى فيها تيست كده حلو. بس انا هدوقها بقى دلوقتي اشوفها محتاجه ايه. وشوفوا كان زي العسل والله يا بنات، كان حلوه جدا يعني الحمد لله. اهو ده حتى عند ماما يعني لما بنعمل كبسه ده اساسي فيه، اللي هو التوابل بتاع رز الكبسه ده، حلوه جدا. وعلى فكره كلها موجوده متوفره في مصر اعتقد، واي دوله عربيه دلوقتي بقت موجوده التوابل والحاجات دي، مش بس مصر. تحطي معلقه كده كبيره. انا ظابطه التوابل، وعايزه اقول لكم ريحتها تحفه 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 تحفه. انا لو كنت مخططه للاكله دي ما كنتش هطلعها يعني
هطلع الافكار دي ان انا اعمل لحمه، ابعت لحمه اعملها مشويه، واعمل سلطه طحينه، واعمل سلطه خضراء، وقدمت الرز. مش فاكره قدمت معاهم ايه تاني، بيبسي. عملت حاجات كتيره قوي يعني، لدرجه اصلا ان انا في الاخر نسيت انا كنت بصور لكم، ان انا بصور لكم يعني. خدت مقطع كده ما وريتكوش لما الرز استوى، انتوا فاهميني. دلوقتي انا هعمل ايه، انا بشوف الفيديو بفتكر. الفلفل ده جوزي جابهولي وانا بحطه في الكبسه، بيخلي الكبسه سبايسي زي العسل. الفلفل اللي هو الاحمر الناشف ده جميل 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 جدا في الكبسه، بيديها كده سنه شطشطه، تبقى تحفه. حطيت 3. وعايزه اقول لكم ان انا عملت برضو المحشي بالفلفل ده وطلع جميل قوي، الممبار لما كنت عامله معاكم. ما بحبش احط شطه، بحب احط الفلفل ده، بقى طعمه حلو جدا. هي اللحمه خلاص يا بنات كانت استوت خالص خالص. انا بحب اسويها جدا يعني، جوزي ما بيحبش ان هو يقطعها كده يلاقيها ناشفه. تمام. غسلت الرز، انا الرز مش بنقعه، الرز ده اصلا من السعوديه. ايوه، مش بنقعه. مفيش رز عمري جبته نقعته خالص، ما عنديش الرز اللي انا بصراحه بجيبه مش بغير النوع، اللي هو بوكاس. ورز تاني كان عندي مغربي يعني، بصراحة ما جربتش الا النوعين دول، ما عمري ما استخدمت رز من مصر، فمش عارفة بقى في رز بيتنقع او لا. فهنزل بقى بالرز. انا كان معايا ماما شوفوا فرشة ايه في الارض، عشان قالت لي ما توقعيش حاجة على السجادة، عشان هي فرشة سجادة في المطبخ مكهربانة ماما. المهم هنزل بالرز يا بنات كده. كنت مش فاكرة عاملة قد ايه، بس كنت عاملة كمية يعني. وفي الوقت ده كنت ناقعة زبيب على جنب. هنزل برضو مع الرز بيه دلوقتي، خليه يتقلب، بس مش عارفه صورته لكم ولا لا. المهم ان انا هقفل عليه، بس مش هوريه لكم الا لما قدمت. كنت بعت بقى في الوقت ده اللحمه تتشوي يعني وكده. ونسيت اصور لكم يا بنات وانا بقدمه كده. المهم تاني يوم عملت لهم مكرونه، وعملت لهم كبده ببصل وبيتزا وشوربه شوفان لجوزي باللحمه وخس، وعملت لهم عصاير وكده. بس انا ما حبيتش اصور لكم الكبده تاني لان انا عملتها معاكم كتير. حبيت بس ان انا اوريكم تاني يوم احنا فطرنا ايه. وكان الفطار بقى عندي في البيت تحت بس صينيه بيتزا كانت جميله عملتها لهم، وكبده عملت كبده يعني، وعملت جوافه باللبن.